عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل مع بعض السمك الفيليه بطريقة تحفة ومختلفة جدا. هنعمل مع بعض السمك الفيليه بصوص الليمون، حاجة كده بجد رهيبة، طعمه تحفة وشكله اصلا يفتح النفس. طبعا السمك بتاعنا غسلناه كويس قوي وعصرنا عليه ليمون وشطفناه، وكمان كنت عصرة عليه كمان كده ليمونة، وضفت بقى كمون وكزبرة وفلفل ابيض، ما كانش عندي فلفل اسود، وكمان توم باودر، وهضيف كمان نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهنعصر كمان ليمونة. انا اصلا غسلاه بليمون وشطفته، وبعد كده عصرت عليها كمان ليمونة. تمام. بعد كده هضيف الملح، وخلي بالكم لان السمك الفيليه يعني بيبقى عايز ملح خفيف لانه طعمه بيبقى حادق بسرعة. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده، اتبل السمك كويس قوي، وهسيب بقى السمك في التتبيله شويه. انا سيبته لحد ما عملت الرز، وهبتدي بقى في طاسه عندي فيها زيت ويكون زيت سخن، هنزل بقى بالسمك زي ما انتوا شايفين. انا بحط الحتت اللي هي التخينه، اللي هو ظهر السمكه بيبقى اتخن شويه من الحته اللي عند بطن السمكه دي، فبخليها على جنب عشان اقلبهم لوحدهم. وطبعا القطع الرقيقه دي بتستوي بسرعه، فبقلبها زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه ان وانا بقلب بتعامل مع السمك بالراحه جدا، لان هو بيتهري بسرعه. وبعدها بقى هبتدي اقلب باقي السمك، اللي هي القطع اللي زي ما احنا قلنا قطعة ارتفاعها اعلى فبتاخد سوا اكتر زي ما انتوا شايفين، علشان صبرنا عليها خدت لون اكتر، بس ده عادي. هنبتدي بقى نطلع باقي السمك اللي هي القطع الرقيقة، وبعدين هنطلع القطع السميكة دي، وفي نفس الزيت اللي عملنا فيه السمك هننزل بمعلقة من الدقيق، هنقلبها كويس قوي لحد ما تدوب تماما في الزيت. لو الزيت قليل هتضيفي مكعب زبدة، واول ما الدقيق بيختفي تماما بننزل بقى بكوباية من الحليب. هنقلب بقى باستمرار كده علشان ما يكلكعش معانا، وهننزل كمان بنص كوباية من كريمة الطهي، وهنقلب، وهندي بقى رشة من الفلفل الابيض او الفلفل الاسود اللي متوفر عندك، وطبعا هنظبط الملح، وهننزل بقى بعصرة ليمونة، وهنبتدي بقى تقليب مستمر لحد ما الكريمة دي تتقل معانا، او الصوص ده يتقل معانا زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بيبتدي يغلي زي ما انتوا شايفين كده، ببتدي بقى انزل بالسمك بتاعي وبرصه بالراحة جدا علشان ايه ما يتهريش معايا. تمام. هخليه كده يغلي كده غلوة، واقوم ماسكة السمك طبعا مقلبه، علشان انا عايزاه ياخد من طعم الصوص كده والصوص ياخد من طعمه. وهننزل بقى عليه كده بشرايح الليمون زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين كده بقى رشة من الشبت طبعا. وقبل ما نرش رشة الشبت ده احنا سيبناهم يغلوا مع بعض كده عشان طعمهم ياخد من بعض. وخلاص كده جهز معانا احلى سمك فيليه بصوص الليمون، حلو قوي بجد، طعمه جميل جدا وما بياخدش وقت خالص. قدمته مع الرز، وعايزه اقول لكم بجد طعمه حلو قوي، جربوه وان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم